ايه الاولى ليكي كبنت انك تضحي بيه؟ حياتك الشخصيه ولا شغلك؟ كتير من البنات بتتحط في اختيار، يا تضحي بشغلها يا تضحي بحياتها الشخصيه، وبنات كتير بتعاني جدا عشان توفق ما بين شغلها وحياتها الشخصيه، وبيشوفوا ان ده امر مستحيل. فانا جاي اقول لك انه مش مستحيل، بس مش سهل. تقدري تعملي كده، بس في البدايه تحددي اولوياتك. ايه المهم عندك وايه الاهم منه؟ في واحده هتقول بيتي واولادي او قعدتي في البيت وراحتي النفسيه، وواحده تانية هتقول لا، شغلي ومستقبلي ولازم اعتمد على نفسي. وما بيعرفوش ياخدوا قرار هم هيوفقوا ازاي ما بين دول او دول. فتلاقي نفسك اتحطيتي في موقف انك لازم تضحي بحاجه منهم. فالصح اللي تعمليه انك تفهمي ايه الاهم بالنسبه لك وايه المهم اللي لازم تعمليه. لو حياتك وشغلك هما الاهم بالنسبه لك وده نوع شخصيتك، فانت محتاجه تسالي نفسك سؤال مهم: هو انا لو وصلت لاعلى درجات النجاح هعمل ايه بنجاحي؟ يعني بعد ما ربنا يكرمك ويبقى معاكي شركه مالتي ناشونال وفاتحه فرع في 10 دول مختلفين، وبقى معاكي بدل العربيه اسطول وطياره خاصه ويخت وغيره، الهدف من ده كله ايه؟ هتسيبي ده لمين او بتعمليه لمين؟ ما هو اكيد مش لنفسك، لانك في النهايه انت مش مخلده في الدنيا. ضروري يبقى اللي انت بتعمليه ده لحد، ضروري يبقى ليكي هدف في الحياه، هدف بتنجحي عشانه. وفي الاغلب الهدف ده بيبقى اولادك اللي من دمك، هم دول اسمى هدف انت ممكن تتعبي عشان. يبقى في النهايه اهم حاجه في حياتك هو بيتك وولادك، واي حاجه هتعمليها لنفسك بتبقى معموله عشان بيتك وعشان ولادك. فان قررت انك هتبقي شخص ناجح وشخص مهتم بشغله، اوعي تنسي انك في الاساس هدفك الاساسي انك تبني بيت واسره. مفيش هدف اسمى واعلى من ده بالنسبه لي. مفيش حاجه انجح من انك تبقي ام شاطره، ام تقدر تخرج جيل سوي نفسيا. ده اكبر نجاح انت ممكن توصلي له في حياتك. فانا عرفت توازني بين انك حد ناجح في شغله وحد مهتم انه يبني بيت واسره، فانت ماشيه في الطريق الصح. لكن لو قررتي ان شغلك وحياتك العمليه اهم من بيتك ومستقبلك كأم، فانت محتاجه تراجعي نفسك. ما تخليش الايام تسرقك والعمر يروح بيكي وتيجي تندمي بعدين لما تكبري. فكري صح وخدي القرار الانسب ليكي. سلام.